وعايزة تفتحي شهية الفراخ وترفعي الوزن بتاعها وترفعي المناعة وتقضي على الإسهالات والانتفاخات المؤخرة، اعملي لها الخلطة دي مرتين في الأسبوع وتفرجي على النتيجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا شايفين بعينيكم ما شاء الله ما شاء الله الفراخ مناعتها وتحويلها ونشاطها ممتازين، طبعا من غير أدوية يا جماعة ومن غير أي حاجة. شايفين المكان عامل ازاي؟ المكان جاف مفيش أي رطوبة فيه خالص، ويكون يعني واسع للفراخ كده تجري فيه براحتك. درجة الحرارة مظبوطة طبعا، مفيش كتمة في المكان ولا حاجة. ما تكتميش على الفراخ، الدنيا حر. افتحي التهوية بالنهار واقفليها بالليل علشان يبقى الفراخ منتشرة بالشكل اللي انتوا شايفينه دي. طبعا النهاردة 9 يوم ما شاء الله، كل حاجة تمام الحمد لله رب العالمين، كوزن كمناعة. هنكمل مع بعض للآخر طبعا بالخلطات الطبيعية وبالأعشاب، ومش هنستخدم أدوية خالص. نبص بقى على الفرخ في حاجة بقى مهمة أوي النهاردة، نبص للمؤخرة. أنا مش عايزة يحصل انتفاخات أو إسهالات، يعني الفرخ تقلبيه كده ما يكونش فيه، دي مش بتبقاش ورمة أو مكلكعة من ورا، دي بتبقى انتفاخات في المؤخرة، دي غلط. دي يعني بتضعف الوزن معاكي. الفرخ كل ما تكون المكان المؤخرة ديت معلش تكون بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، مفيش اي فيها احمرار او انتفاخات او اي حاجة، يبقى انت كده ماشية مظبوط. برضو شغالين على المناعة يا جماعة وفتح الشهية مع بعض. مناعة، فتح الشهية، اسهالات، برد، الحاجات دي كلها نركز عليها. المكان بأكد تاني يكون جاف، يعني تنضفيه على قد ما تقدري. وتنظيف الصيف سهل والله يا جماعة، يعني المكان أصلا بيبقى جاف، ما بيبقاش كله رطوبة زي الشتاء. يعني أنا لسه مغيرة الفرشة حتى فرشة تبن بسيطة خالص، هي مش متقلة ولا حاجة. بس أنا كل يوم بزود، يعني بحط رشة تبن رشة جير كل يوم. بس النهاردة أنا شلت الفرشة كلها وحطيت تبن جديد، علشان خاطر انا مش عايزه المكان يبقى رطوبه، مش عاوزه اي بلل في الارضيه خالص. والسقايه حطها جنب، شايفين بعيد خالص اهيت عشان الفراخ تاخد راحتها. لان انا عاوزه الفراخ تجري وتنتشر في المكان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحضر مع بعض وصفه حلوه قوي 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 للاسهالات وانتفاخ المؤخره، وتفتح الشهيه وتعالج البرد وتظبط الوزن معاك. لو الوزن متاخر ان شاء الله هتظبط الوزن معاك. طبعا شايفين في بعد واحد اهوت ضعيف، انا عندي كم واحد اهوت تحس ان هم ضعاف عن اخواتهم، بس ان شاء الله هيحصلوهم ويجيبوا وزن مظبوط. حتى لو اتاخروا كم يوم مش مشكله، اهم حاجه الشكل العام حلو، النشاط حلو، الحيويه حلو، التحويل حلو. يلا حط لي لايك كده بايديك الحلوه وصلي على النبي، وتعالى نحضر الخلطه بتاعتنا. معانا كيلو علف بادي تركيز 23، هننزل عليهم ببصل وتوم وليمون. دي بصلاية صغيرة وفصين 2 توم وليمون، ونفرمهم مع بعض كده. طبعا ده بصل احمر يا جماعة على فكرة، ده بصل بس، بصل وتوم وليمون بس، ما فيش عليهم بنجر ولا حاجة. ينفع تعملي بصل كل يوم؟ ينفع تعملي بصل كل يوم، بس ما ينفعش تعملي بصل وتوم وليمون كل يوم. كفاية عليهم مرتين في الأسبوع بصل وتوم وليمون. برضو البنجر مرتين كفاية في الأسبوع، لكن البصل لوحده يوميا تقدري تعملي بصل يوميا، مفيش مشكلة خالص. هنحط ايه بقى؟ هنحط معلقة الكركم، جبارة يا جماعة في زيادة الوزن. الكركم جبار في زيادة الوزن وبيقوي العظم جدا ومضاد للأكسدة وممتاز ممتاز ممتاز. هنحط كمان واحدة من الكزبرة، فتح شهية، يعني عاوزة اقول لك فتح شهية ممتاز ومن الدرجة الاولى كده، يعني مفيد جدا جدا لجميع انواع الطيور. هنحط كمان ايه؟ كمون. كزبرة مع كمون يا جماعة بيقضوا على الانتفاخات، بيفتحوا الشهية، بيقضوا على الاسهالات. المادة القابضة اللي في الكمون بتطهر امعاء الفراخ،
يعني انت كده عملت لهم مطهر معوي وعلاج للاسهال وفاتح شهيه وعلاج للبرد ورافع وزن. كل ده في الحاجات البسيطه اللي احنا حاطينهم دول. والله يا جماعه يعني عايزه اقول لك الثلاث مكونات دول مع حبه البصل بنص ليمونه كفايه حتى وفصنتهم هيخلوا الفراخ بتاعتك في حته تانية خالص، كمناعه كوزن كتحويل. هنخلط بقى خلطتنا الحلوه دي مع بعض. ما شاء الله الفراخ بدأت تاكل وبدأت تسحب في العلف يا جماعة، فكل شوية بنكتر العلف اهو. دمال الفراخ بتاعتك الخلطة ديت طبعا هتفضل قدامهم لما تخلص. ما تحطيش علف على علف، تيجي اما تكوني عاملة خلطة تخلي الفراخ تخلص خالص، ولو قعدت حوالي 10 دقايق او نص ساعة ما خلصها وما عندهاش علف مفيش مشكلة خالص، بس تسيبيها لما تنضف العلفة خالص وتفصل. خلطيها كده كويس مع بعض. الفرخ ياكل معاكي يديكي نتيجة على طول، يديكي تحويل على طول، يديكي وزن على طول، وطالما ما عندهوش اي انتفاخات او اي مشاكل معوية ان شاء الله يديكي وزن. اي حباية علف ياكلها يديكي وزن على طول. ما شاء الله ما شاء الله من الخلطات الحلوة قوي قوي يا جماعة للفراخ. يعني تعملها لهم مرتين في الاسبوع لا عمرك هتشوفي اسهال ولا تشوفي انتفاخات ولا تشوفي برد ولا تشوفي اي مشاكل معوية عند الفراخ. طالما الفراخ ما عندهاش اسهال ولا عندها انتفاخ من مؤخرة والشهية بتاعتها مفتوحة وبتسحب في العلف معاكي، والله العظيم دايركت كده هتديكي وزن على طول وتديكي تحويل على طول. طبعا مع الأرضية يا جماعة والفرشة النظيفة مع التهوية المظبوطة. الفرخ من هنا وجاي الجو حر، عاوز تهوية مظبوطة، عاوز كل حاجة تبقى مظبوطة علشان برضو يسحب معاكي في العلف. الفرخ لما بيكون حران عمره ما هياكل ولا عمره هيسحب في العلف. خدي بالك من الحتة دي. هتيجي بالليل برضو الجو ممكن يسقع فجأة والفرخ ياخد منك برد، فخليكي بقى ايه عينك على الفراخ على طول كده. تفتحي التهوية بالنهار وتقفلي التهوية بالليل علشان الفراخ ما تتعبش منك. الفراخ هتبقى حساسة يا جماعة واقل حاجة بتأثر عليها. الفرخ كل ما يلاقي اكسجين ويلاقي تنفس كويس ويلاقي تهوية كويسة وفرشة نظيفة هيديكي لحم وهيديكي وزن. عندك مشاكل بقى في الفرشة، مشاكل في التهوية، في كتمة في المكان، هو مش هياكل ولا هيتحف في العلف ولا هيقرب من الاكل خالص، فبالتالي مش هيديكي تحويل ولا هيديكي وزن. احنا عاوزين نخلص الدورة بسرعة وعاوزين نجيب نتيجة حلوة في اقرب وقت، فلازم نظبط الدنيا للفراخ. لازم نهيئ له المكان الصح والتهوية الصح والعلف الصح. طبعا هو دلوقتي هنركز على العلف ال23 يا جماعة، مفيش حاجة اسمها 21 خالص. ال23 هو افضل حاجة تقدمها للفراخ بتاعتك في اول 15 يوم، علشان خاطر بتبني الفرخ وبتأسسي الفرخ، فلازم اللي هو 23% لغاية ما يوصل حتى اقل حاجة نص كيلو. احنا بنغير على مثلا على يوم 15 يوم 16 او 17 مش مشكلة، بس اهم حاجة يكون وصل نص كيلو معانا في الوزن كده، الوقت المظبوط اللي تقدري تغيري فيه العلف. غير كده ما انصحكيش تغيري العلف للفراخ بدري. برضو الفراخ لازم تاخد حقها في الاكل. الفرخ لو وصل معاكي مثلا 300 جرام 400 جرام استني يومين 3 عادي مفيش مشكله. خلي الفرخ يتأسس صح وياخد الخلطه بتاعته اللي هي اللي بتأسسه اللي هي البروتين العالي صح، علشان يديكي وزن ويديكي تحويل حلو. الفرخ ما شاء الله كل ما تهتم به وتراعيه كل ما يديكي وزن ويديكي تحويل. طبعا النوع ده يا جماعه ما شاء الله حلو جدا، يعني اللي هو الصدر العريض وبيتحمل درجة الحرارة شوية. في برضو الاي ار برضو بتحمل درجة الحرارة شوية. الرز برضو بيتحمل درجة الحرارة خالص، فانا خلينا في ده علشان برضو الصدر بتاعه انا عايزة الصدر العريض الحلو ده اللي بيبقى موجود في الفراخ الكب، بس احنا بنخاف نربها في الصيف. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.